عملت أيضا في إسرائيل مع سفير المرحوم محمد بسيوني. أي. وكان هناك واقعة شهيرة ومهمة خاصة باتفاقية المعابر. أيوة. ما هي هذه الواقعة؟ اتفاقية المعابر طبعا دي كانت يعني مثال واضح جدا يعني تداخل المصالح الشخصية وتأثيرها على المصلحة القومية. في اتفاقية المعابر الكلام دوت يعني كان سنة 94 الاتفاقية الأولى للمعابر، لأن في كذا اتفاقية للمعابر، إنما الاتفاقية الأولى التي بني عليها ما بعد ذلك من اتفاقيات. إسرائيل أصرت على أن تحتفظ بحق السيطرة على المعابر. وطبعا يعني لما كنت هناك أنا قلت أن هذا الأمر مش صح، ان احنا نقبل بهذا. لكن إسرائيل لماذا تجرأت وضغطت لتحول هذه الاتفاقية في صالحها، خاصة أنه تم توقيعها يوم 4 مايو؟ ما أنا بقول لحضرتك إن هنا التداخل بقى المصلحة الشخصية. هو كان عايز الاتفاقية توقع في عيد ميلاده. الرئيس السابق حسني مبارك توقع في عيد ميلاده اللي هو بيوافق يوم 4 مايو، واخد بال حضرتك؟ واحنا يعني في البداية قلنا ما ينفعش إسرائيل تسيطر على المعابر، وإسرائيل تمسكت بهذا الأمر. وكان اللي موجود ساعتها رئيس وزراء هو إسحاق رابين، وإسحاق رابين علم أن هناك رغبة شديدة جدا جدا لدى الرئيس السابق حسني مبارك في أن توقع الاتفاقية يوم 4 مايو، فضغط في هذا الاتجاه وأصدر تصريح مشهور جدا أنه لا توجد مواعيد مقدسة. يعني اقترب الوقت بتاع توقيع الاتفاقية وما فيش اتفاق، فللأسف يعني للأسف الشديد تم يعني التغاضي عن هذا الأمر والسماح بسيطرة إسرائيل على المعابر في سبيل أن توقع الاتفاقية يوم عيد ميلاد الرئيس السابق. ويعني هذا الشرط احنا عارفين طبعا إسرائيل يوم ما بتتفق معها على حاجة بتتمسك بيها تمام التمسك. لما نيجي بقى بعد كده في الاتفاقية الثانية بتاعت المعابر نقول لا احنا مش عايزين إسرائيل تسيطر على المعابر، تقول ازاي؟ ده انتوا بقالكوا 10 سنين موقعين على اتفاق بتقولوا فيه ان احنا نسيطر على المعابر، ليه دلوقتي جايين تغيروا؟ والسبب عيد ميلاد الرئيس السابق. للأسف هذه يعني مأساة.